عمرك فكرت في حاجة كنت متأكد انها حصلت وبعدين تكتشف انها ما حصلتش اصلا؟ او تفتكر موقف بطريقة معينة ولما تسأل حد كان موجود في الموقف ده يقولك انه ما حصلش كده؟ هل ذكرياتنا حقيقة فعلا ولا عقلنا بيوهمنا بحاجات ما حصلتش اصلا؟ العلماء بيقولوا ان الذكريات مش زي الفيديو اللي بيتسجل وبيتشاف زي ما هو، وده لان دماغنا بتسجل احداث بطريقة معقدة ومع مرور الوقت دماغنا ممكن تغير في التفاصيل. يعني لما نفتكر موقف حصل من سنين فاحنا ما بنرجعش للموقف نفسه، احنا بنرجع لنسخة منه عقلنا اللي مسجلها، وممكن النسخة دي ما تكونش هي الحقيقية. بس هو ايه اللي ممكن يغير ذكرياتنا؟ لو كنت خايف او متحمس او قلقان في وقت الموقف ده فممكن عقلك يضيف تفاصيل مختلفة، وكل ما الوقت يمر التفاصيل بتبهت ودماغك بتعوض النقص في التفاصيل ده بخيالك انت. بس في حاجة غريبة تانية ممكن تحصل، وهي ان مجموعة كبيرة من الناس بتفتكر موقف بطريقة معينة والطريقة دي غلط اصلا. يعني معظم الناس فاكرة ان نيلسون مانديلا مات في السجن في الثمانينات، والحقيقة ان نيلسون مانديلا فضل عايش وطلع من السجن وبقى رئيس لجنوب افريقيا. ومعظم الناس برضه فاكرة ان البقرة الضاحكة اللي على شعار لافاش كيري لابسة حلق في مناخيرها، والحقيقة ان مفيش حلق ولا حاجة. وحاجات كتير قوي هتلاقي الناس فاكراها بطريقة معينة رغم انها مش كده خالص. والناس سمت الحالة دي بتأثير مانديلا، ولحد النهاردة ملهاش اي تفسير علمي. عمر حصل معاك حاجة زي دي؟ ويا ترى ذكرياتنا حقيقة ولا عقلنا بيوهمنا بيها؟ لايك واشتراك واستنوا الجديد علشان كله مفيد.